عدنا لكم مرة أخرى مشاهدينا وحلقة هذا الأسبوع من برنامجكم لوحات شعبية، وضيف هذه الحلقة الشاعر جمعان خلف الرشيدي. حياك الله أبو خليفة مرة ثانية. الله يبارك فيك أبو خالد. احنا كنا نتكلم عن إصدارك لمجموعة دواوين جمعت فيها قصائدك، وكانت بعضها خاصة بقصائدك وبعضها في مواضيع أخرى. جمعان خلف الرشيدي، المهرجانات، الأمسيات، الأصبوحات، شنو نصيبك منها؟ والله الأصبوحات هذه أنا ما أعرف. الأصبوحات ما تعرف؟ وحتى لو دعوني الأصبوح أنا ماني مستعد. ليش؟ بس نعم. الأصبوحة ما من تكلم يعني بهالضحى من تخاطب. يعني الشعر ما يصلح الضحى؟ أنا أقول لك هو يصلح في كل مكان، ولكن الأصبوحات هذه أنت عارف وش الحضور وش الموجود. نعم. ما الأمسيات، المهرجانات، الاحتفالات موجود بالمهرجانات، ودعيت الكذا مهرجان وبالسعودية وفي كل المهرجانات اللي صارت في السعودية متواجد فيها. نعم. وبالخليج يعني لا دعيت لبيت الدعوة. طيب المساجلات، الرديات مع كثير الشعراء؟ كثير مساجلات، يعني من بدايتي إلى اليوم يعني أكثر من 50 شاعر. تقدر تذكرنا أسماء مميزة مثلا أو معروفة ترديت معاهم؟ والله كثير، ولكن أنا بذكر شاعر أول شيء نطلب له الرحمة والمغفرة. اللهم آمين. هو شاعر علم من شعراء قبيلة بني رشيد. نعم. شاعر سعدان بن عابس الرشيدي رحمة الله عليه. نعم. سواء في المحاورة أو في شعر النظم. هذا كان بيني وبينه رديات، أرسل لي قصيدة ورديت عليه. نعم. له توفى قبل أشهر، الله يغفر له ويسكنه الجنة. غيرها في شعراء كثير من جميع القبائل ومن جميع من جميع دول الخليج. نعم. طيب جمعان خلف الرشيدي، القصائد اللي كتبتها والمساجلات والنشر يعني شتى المجالات الشعبية أو الشعرية اللي أنت تعمقت فيها، كانت حصيلتها دواوين شعرية مطبوعة، سيدي أو كست أو أشرطة مسموعة، ما لك فيها التجربة؟ والله شوف، أنا الدواوين اللي أنا طبعتها هذه حصيلة ما قبل 15 سنة. نعم. أو 20 سنة. نعم. فبعد 20 سنة أنا عندي يمكن تقريبا ديوانين موجودات، يعني مخطوطة جاهزة يعني بالطبع. قصدك مادة شعرية يعني؟ مادة شعرية جديدة يعني موجودة يعني نقدر نقول انك راح تصدر ديوان في الوقت والله القريب إن شاء الله يعني عندي تقريبا لو نجزيها جزئين يعني. نعم. أما بالنسبة للسيديات هذه والله ما جربتها ولا لك فيها؟ والله ما لي نية أنا. ما لي. يعني الآن يقول بعض الناس من له خلق يقرأ. مثل ما تفضلت الحين، الناس الحين في عصر السرعة. أي. والناس تبي تسمع ما تبي تقرأ ولا عاد تقرأ الناس، وتصل بسرعة، وفي كبار الشعراء يعني وله يعني. ولكن أنا إذا بغيت أفكر فيها يعني فيما بعد. أنا بالنسبة للدواوين اللي قاعد أطبعها حتى لو ما فيها حاجة أقرأ، أنا بحفظ بس الأشعار، بحفظ أشعاري. مو لأجل التسويق يعني؟ لا والله أنا ما الهدف ما هو للتسويق، وإذا حصل من التسويق شيء فهو مردود على ما قال رد التكلفة أقل. نعم. ولكن للحفظ بس للتاريخ. طيب أبو خليفة، قصايد الشعراء الشباب اللي تسمعها الآن سواء في الفضائيات أو في الصحافة نقراها، أو وجيل الثمانينات واللي سبقوهم قصايدهم التقليدية، قصايدهم اللي توصل للكل، نعم. شنو الفرق اللي تشوفه بينها؟ الفرق يا أبو خالد ثقافة العصر. احنا كنا في الزمان الماضي لنا ثقافة. نعم. والزمان يتطور، الناس تتثقف كل سنة، ثقافتهم غير ثقافة ما قبلها. أكيد. فالشباب الحين يتكلمون عن ثقافة يعني عصرهم، جيلهم. نعم. فهم ينقلون ثقافة الجيل هذا للجيل اللي بعده، الجيل اللي بعده يتغير بعد ما يصير ثقافة نفس ثقافة. بس ما أثر هذا التطور على تركيبة القصيدة؟ والله شوف، أنا أشوفهم يستعجلون الشباب يعني، ويوظفون القصيدة في توظيف ما هو بمحلها يعني. المفروض انها ما يوظفون يعني مثلا تقصد انهم يتبعون اسلوب الحداثه؟ اسلوب الحداثه واسلوب التعريه المعنى اللي كتب فيه الشعر. او انه يعني فيه شوي من نوع من الاباحه. طيب فيه ناس يقولون مثلا احنا خلينا نكون منصفين،
يعني في ناس من الجيل الآن أو الشعراء الموجودين على الساحة الآن يعيبون جيل الثمانينات أو شيء، يقول هذول كانوا ما قدموا شيء، ما طوروا في القصيدة، ما خدموا الساحة. بالعكس البرامج اللي جت الآن أو المهرجانات أو الشعراء اللي موجودين هم اللي فعلا انتشروا، وهم اللي خذوا جوهم، وهم اللي خذوا حقهم، واللي قبل ما قدموا شيء. شوف بصراحة يعني أنا أقول اللي يعيب على شعراء الثمانينات ما عنده سالفة، ولا كلهم، ما هو كلهم اللي راح يعيبون عليهم، ولا في عيب. احنا امتداد. شعراء الثمانينات احنا نتكلم عن شعراء ما قبلنا. شعراء زمان طال عمرك صقر صافي، عبد الله بن سبي. اللي بعدنا يتكلمون عنه. اللي بعدهم يتكلمون، ما فيه اكيد ما فيه شاعر عاقل انه يقول شعراء الثمانينيات يعني فيهم او ما فيهم، ما هو زين. لا انا اقصد انهم ما يقول ما قدموا يعني ما. لا بالعكس، هم اللي قدموا، هم امتداد لنا. بالعكس احنا القاعده الثانيه احنا اللي بدا فيها الشعر. طيب ابو خليفه، نرجع للشعر ونبي منك قصيده. انا والله اني اختارني اليوم القصايد الخفيفه القصيره. نعم. ما ودي اخذ من وقت البرنامج، ودي اعطي اللقاء يعني اكثر من قصيده، ولا عندي قصايد طوال بس ما انا ابتعدت عنها. الوقت كله لك. الله يسلمك. ودي اني الاخي يعني اخواننا المشاهدين اني اعطيهم اكثر من قصيده. نعم. يقول: هواجسي بالراس الاسود تخاوت، وردا على عد قراح رهاوي، والصيد هل في حماها تساوت، حول عليها بالمخالب نداوي، والنفس من صيد الجواز تشاوت، من هدة اللي زند كفه يداوي، والصيد شرد والذيابة تعاوت، والمال دونه مبعدين الحراوي، والوقت فرصاته تجي بالتفاوت، والكسب ما هو بالحيل والمناوي، والناس لو هي عن بعضها تقاوت، الله قوي يقوى على كل قاوي، ولو ان عميان البصاير تداوت، ما شفت بين المبصرين المداوي، وان شفت لك ليل نجومه تهاوت، اعرف ترى ما صابه امر سماوي. صح لسانك، صح لسانك. جمعان خلف الرشيدي، انت دائما انا حسب معرفتي فيك الشخصيه تكتب على المواقف. نعم. وتقريبا اي موقف يمر في اي شاعر يترجمه، لكن انت يعني حسب معرفتي فيك قلت لك انك تركز على بعض المواقف وتكتب فيها. واذكر انك سمعتني بعض المواقف وبعض الابيات اللي فيها حكم او فيها طرائف او فيها انتقاد او فيها حتى يعني معنى يدل على الموقف. تتذكرنا من هذه المواقف شيء؟ أول شيء يا أبو خالد، الشعر رسالة. نعم. ولولا المواقف ما كتبنا الشعر. احنا وجب تصنع اكتب لي قصيدة، يعني وش بقول؟ هو في مثل يقول: اللي من القلب يصل للقلب. نعم. واللي من اللسان ما يتعدى على ما قال الأذان. نعم صحيح. فالمواقف كثيرة والأحداث كثيرة، وأنا قلت في بعض أبيات ما هي طويلة، أقول: يسألوني ليه أنا مطول عصاتي، والهدف معروف وأسبابه كثيرة. نعم. كثرة الأصوات من كل الجهات، والقصير اليوم ما يامن قصيرة، والسبايب من تسمع للوشاتي، ما يفرق بالصغيرة والكبيرة.